نعم، هنا في أحد البيوت قبل توريوني تاجر يعني لهذه النبتة ايوه وأنواع زيارة هذا الأخ هو العماني سوحنا. إلى مزارع القنب الهندي بالمملكة المغربية. يدخل إلى عين المكان كما نشوفوا. خوتنا في أول فيديو نقول لكم أنه احنا ما نروجوش لهذه الأشياء فإنها ممنوعة وتضر بصحة الإنسان. هذه معروف عنها جميعا في العالم، الناس كاع على بالها، ولكن هناك ناس تتعاطى هذا المخدر. ففي المغرب تم تقنين عمل القنب الهندي لأغراض طبية، يعني صناعة أدوية ومواد التجميل، ولكن هناك البعض يستغل الفرصة ويعمل هذا الشيء لأغراض أخرى تضر بحياة الإنسان بالشباب تاعنا. ربي يهديهم أجمعين. فالغرض تاعنا من هذا الفيديو ليس للترويج مثل هذه الأشياء لتعاطي هذه النبتة، ولكن هذا الأخ العماني أيضا هذا الشيء لما يقولوا في هذا الفيديو أيضا نشاهدوا فيما بعض. أخونا أخوتي الكرام، شوفوا عقول القنب الهندي وماذا. باش نوريوك الخدمه، باش نوريوك الحشيش. نعم، هنا في وبعدين باش نخرجوا نوريوك في أحد البيوت قبل توريوني يعني تاجر لهذه النبتة ايوه الحشيش كيفاش نتكيفوها وكيفاش تكون في الغلية. وأنواع كثيرة وعديدة. كل ثالث الوار من ناقص. فكل هذه الأمور عمان احلى ناس يا صاحبي. لقوا رابط قناة هذا اليوتيوبر العماني أسفل في الديسكريبشن في صندوق الوصف. هذه كم فيها من الجرام؟ ايوه تصفرها. شوف 42 جرام. هذا مرجوانة. هذه الحشيش، هذا الليمون هيس اللي هو الحشيش اللي هو القنب الهندي. القنب الهندي هذيك الزريعة ديال. فممنوع أيضا هذا الشيء تم في المغرب، ولكن هناك البعض يعمله في كل البلدان على كل حال. ليس أنه من يعمل هذه الأشياء يعني مرخصة في المغرب، مرخص للذين يصنعون أدوية ومواد تجميل بهذه النبتة، ولكن كل هذا الناس يخدموا بطريقة غير قانونية وممنوعة، لأنهم يستخدموها لأغراض مش مليحة للضر الإنسان، يعني يتم تعاطيها أو التدخين تاعها من طرف الأشخاص، فبالتالي تسبب أمراض لهذه الناس. انا مش نوريك. لا عندك ولاعه والحبيب. هنا انا ما صورليش وجهي. لا ما يبين له طريقه. انا الموضوع عندي ما صورت طريقه معروفه اللي يستخدموا بها هذا النبته. ايوه للناس اللي يتعاطوا الطريقه يعني تعرف انت جوده شويه الاضاءه حي مضى باش يعرف خونا الحشيش كي دايره. فاحنا شوف كيف الزيت تولي. شوف ايوه تولع نقولوا للناس اللي يتعاطاو هذا الشيء اللي بلاو روحتهم بهذا الشيء، يعني هذا اصلي ربي يخرجهم من البليه هذه هي، لانه كل هذه الاشياء تضر بصحه الانسان وما تنفعك لا دنيا ولا اخره. ترجع. نعم انت شوف انا بتعاون معك على التسجيل يا اخي. انا بتخدم هذه أيضا تدخن يعني ولا كيف طريقة ماكينتها؟ هذه النبتة. هذا الجريندر هذه بتعملها هكا، ولكن لازم تزني شوية على التمام باش نطحن هذا عواد باش نوريك طريقة الطحن. أيوة هذه طريقة الطحن. هذه الماريوانا. شوف هذه الجريندر. أيوة هذه ماكينتها يعني هنا بتعبط الحشيش. أيوة هنا طرق استعمال هذه النبتة. عندها صفاي بيعبط. واضح جميل. يطحنوه هنا وعاد تحت يعبط للوسط. ايوه فهذه من اخطر الاماكن اللي تخليها الاخ العماني في المغرب ان يتم زراعة هذه النبتة وترويجها كما تشوفوا. فهذا الناس غير قانونيين وممنوع أيضا في المغرب، لأنه صاحب الفيديو يظن أنه قانوني الإنسان يتعاطى عادي جدا، يتعاطى هذه المارجوانا عندكم المادة أو القنب الهندي عادي جدا، ولكن ليس عادي حتى في المغرب. فهذوما يخدموا بطريقة غير قانونية. هذه هي حتى كاينة في بلدان عديدة شمال إفريقيا أيضا ولكن المغرب معروف كثيرا. ما تنساليش يا وجهي. لا مستحيل. انا اصلا ما صورتك
كثير. إنزين اللي يتعاطيوا المرجوانة والحشيش، والله يعني اللي الأخ ياخذ هذا يدخن حشيش ومرجوانة، أيهما يفضل هذه مش إعداده؟ هذه طريقة يخاطر إعداد، بهذا كيفاش الفيديو. النوع، كيفاش أنا النوع راح الحشيش كيفاش ندخنه. أقوى الأماكن نوع اللي يدخنه ياخر يسخن، هذا يدخن آخر ما كيفية التدخين. المغربي. عافانا شوف الله كيفاش طالع، وإياكم. شوف مثل القار. أيوة. هنا طريقة هذا كيف بعد يستخدم. الحصاد يتم تجفيف الورق. نشفه. أيوة. ومن بعد نشفوه نفركه مثل هكا بالعود. أيوة. ومش نديروا الفلتير. انت هتشوف عاد الآخر فيديو عندنا كلام مهم يا أخونا أخوتي الكرام في آخر الفيديو حول هذا الموضوع وهذا الفيديو اللي داروا الأخ العماني نمشي هذا. معاكم الخطوات كامل نشوفهن. ضروري. أيوة. خطوات نمشي مع الخطوات كامل. طبعا نشوفها بعد تجفيف قلنا الورق بالهندي وحصاده وكذا وضربه. الحين هذا يفلتر هنا، يفلتر في هذا الماعون. طبعا موسم حصاد الحشيش ما الحين، خلاص احنا جينا متأخرين. موسم الحصاد كان الشهر الماضي، فهم خلاص الحين حاصدينه، عاد الحين يقوموا بإعداده إلين يصبح الحشيش. بنجيبه مثل هذا. أيوة. بنجيبه مثل هذا ولكن في الدورة تحصل الوجه. أيوة. وهكا بنديرو هكا باش تتصير الفلتر يتزير. أيوة. يشحطه. ايوه ايوه يشحط عليه. شو زي ايش بده تزهيره هذه. ايوه. بتجي قلنا بالهندي ينخلوه. يديرها الحين ينخلوه فوق هذا. هذه الطريقة. وتغطيه. نغطيوه وندوروا عليه في الكومة مشدود عليه. يغطيه بهذا البلاستيك. طبعا هذه الطريقة طريقة قديمة هنا مغربية. يتم ضربه هكذا. الحين ينزل تحت. ايوه يتفلتر، ينزل تحت يتفلتر. يضربونه باش يتفلتر هذا. والله العظيم احلى. تجيوا في هذه القرى قالوا تسمع هذا الصوت في هذه القرية كل يضرب هكذا 40 دقيقة، ولكن احنا بنجربه وراح نوريك الطريقة ما بنعملوا فيها هكا. ايوه كاملة. هذه الطريقة طبعا تستمر لمدة 40 دقيقة يا جماعة. بفلترة كمية. هذا شوفوا يا جماعة، فقط هذا اللي يستخدموه، هذا اللي يستخدم، هذا اللي يستخدم. شوف يا جماعة ايش حسوي. هذا وهذا خلاص يرمى هذا الآخر اللي يستخدم. عافانا وإياكم. هذا صاحبنا اللي موجود هنا قال ضروري تكتب اسمك هنا للذكرى، فكتبنا هذا الاسم. هذا مجنون للذكرى. الحين وين نروح؟ وش داكل هذه الأماكن؟ المزرعة ولكن ما فيها حصى. أي محصودة المزرعة. مزرعة عادي جدا. شهر 3 تم حصاده. المزرعة. المزارع صافية. الحين عاد مزارع طبعا. هي المزرعة. الله استمع هذا الأعواد تاع الحشيش الحين كله محصود. هذه الأعواد هذو ما يعملون بطريقة غير قانونية. ومتى تزرعوها الأرض؟ هذه من حيث يباون في شهر 3 يكبر هذا. إذا نكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو أخونا أخوتي الكرام، والغرض تاعي من عمل هذا الفيديو هو تنبيه الناس والأشخاص اللي يتعاطوا مثل هذه الأمور، ولا اللي عنده أبناء تاعو ولا الأطفال تاعو صغار، فلازم يعسهم ويربيهم على التربية الحسنة والأخلاق الحميدة أخونا أخوتي الكرام. فهذه الأمور كلها ممنوعة
يعني بلا ما نقولوا باللي حرام ولا آخره، فتضر الإنسان في دنياه وآخرته. فالإنسان لازم يتبع الصح. فكل هذه الأمور الناس اللي مبلية بهذا الشيء ربي يفك صراحهم من هذا التعاطي، هذا المخدر اللي يضر بصحة الإنسان، حتى الصحة العقلية والنفسية. يوصل الإنسان أنه حتى الجسد تاعو تلقى الوجه تاعو شاحب وعينيه خارجين والى آخره. فما كاش كما الإنسان اللي يكون رياضي ويخطي هذه الأمور كمخدرات وبكل أنواعها والخمور وغيرها، اللي راحت حتى أدوية ومهلوسات راهي خرجت الكثير والعديد من الشباب تاعنا الطريق اللي مش مليح. نتمنى الهداية لهذا الناس. هذه هي الرسالة اللي حاب يفوتها صاحب الفيديو العماني مشكور عليه، وحنا أيضا هذه هي، ولكن ليس ترويج لهذه المادة لهذه الأمور. هذه النبتة فهي جيدة، تستخدم لأغراض طبية، يعني تستخدم لأدوية ومواد تجميل وغيرها. هذه هنا أخوتي الكرام، فكل هذا الشيء ممنوع وغير مرخص. فصاحب هذا الفيديو فهم أنه السلطات المغربية رخصت لهادو أنهم يعملوا عادي، ولكن ليس عادي يا أخي الكريم. فكل هادو يخدموا بطريقة غير قانونية، وعندما يتم القبض عليهم فيروحوا يديوهم فيحاسبوهم على هذه الأشياء. هذه هي. ربي يهدينا ويهدي الجميع. اكتبوا أراءكم في التعليقات، نورونا أسفل للناس حول هذا الموضوع. دمتم في عدل وحفظه، شعارنا الدائم الأبدي، خلونا نعيش في سلام وأمن. إلى فيديو آخر، السلام عليكم.